من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة. طبعا عرفتوا النهارده هنتكلم عن مين؟ عن عزت حنفي اللي اتعمل لقصته فيلم الجزيرة، وبالرغم من ان اتعمل على قصته أعمال درامية وسينمائية كتير، بس للأسف في حقائق كتير محدش يعرفها. وفي ناس كتير بتسأل هو فعلا اتعدم سنة 2006 زي ما قالوا، ولا ما اتعدمش ولسه عايش؟ وهل فعلا هو مجرم، ولا النظام استغله للقضاء على الإرهاب في التسعينات؟ واخوه الكبير ممدوح حنفي بيقول ان كل الاحداث اللي حصلت في الفيلم بتاع الجزيرة كلها كذب، ما عدا لحظة اقتحام البيت. هنعرف كل الكلام ده قدام، وكل الحقائق اللي انتوا عاوزين تعرفوها. بس الاول ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تكبر وتوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا نشوف ايه الحكاية. اسمه الحقيقي عزت محمد حامد علي حنفي. اتولد في اسيوط سنة 1963، بالتحديد في جزيرة النخيلة. اتولد وسط عيلة كبيرة، وعيلته كان ليها وضعها قدام الناس وقدام الحكومة كمان. اغلب عيلة عزت سواء ابوه او اخوه او عمامه او ولاد عمه ما كانوش متعلمين ومش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. بس بالرغم من كده عزت الوحيد هو اللي اخد شهادة دراسية، وكان بيطمح قدام شوية ان هو يبقى حاجة قدام، ويبقى يشتغل وظيفة ويبقى ليه مكانة اجتماعية بعيدا عن اهله. على فكرة عزت حنفي كان ذكي جدا، بس في بداية الثمانينات بقى بدأت الجماعات الارهابية ان هي تعمل عملياتها القوية جدا، وكان في كل انحاء مصر بيحصل عمليات اغتيال او تفجير او غيره من حاجات كتيرة قوي زي ما انتم فاهمين. لحد ما قررت الحكومة ومسؤولين كبار في الحكومة قرروا ان هم يعتمدوا على الصعايدة في ان هم يقبضوا على الارهابيين. ليه؟ لانهم كانوا بيستخبوا وسط الزرع زي الذرة او القصب، وكان صعب يوصلوا ليهم، ودي كانت حاجة ناجحة جدا ليهم، والحكومة ما كانتش بتعرف تمسكهم بسهولة لحد ما اعتمدوا على الصعايدة. وقدر اهل الصعيد فعلا ان هم يساعدوا الحكومة ويقبضوا على الارهابيين، مش كلهم بس جزء كبير جدا منهم. ووقت محاكمة عزت هو واخواته اعترفوا ان الحكومة هي اللي كانت بتسهل ليهم كل حاجة مقابل القبض على الارهابيين. حاجات زي ايه؟ زي مثلا السلاح، او يسيبوهم ما يفتشوش عربياتهم وهم معديين، او حاجات كتيرة جدا زي كده. وكان بيبقى في ناس محكوم عليهم في قضايا جنائية بس للأسف كانوا بيسيبوهم. وعند الصعيد في حاجة اسمها طار، اللي هو لو واحد قتل واحد من عيلة تانية، العيلة التانية مش هتسكت غير لما هي تاخد بطار اللي اتقتل ده، ويفضل الحوار مستمر كده لحد ما حد كبير في الدولة يتدخل، مسؤول في الحكومة يعني، ويفض الطار اللي بينهم عشان محدش يفضل يموت. فعزت حنفي كان بيجيب المجرمين والمسجلين بغرض حمايتهم، وبقى عنده امبراطورية اجرامية كبيرة. تقريبا كده كان بينافس بابلو اسكوبار اشهر تاجر المخدرات. وبعد ما عزت حنفي اخد كل الاراضي اللي حوالين جزيرة النخيلة، بدأ ان هو يزرعها بنبات الافيون المخدر. ويقال ان الاراضي دي كان مساحتها 280 فدان، ومعظمها ما كانتش بتاعته بشكل رسمي. في وقت قصير جدا قدر ان هو يبقى اكبر تاجر مخدرات في الصعيد كله. وبعدها بدأ يتاجر في السلاح بمساعدة رئيس عصابة كان اسمه بوردة. وفي اواخر التسعينات بقى خلصت الحرب بين الحكومة والارهاب، وده بالتحديد بعد ما مسك حبيب العدل وزير الداخلية. فعرف عزت حنفي هو وعيلته واخواته ان دورهم مع الحكومة خلص، وكل الامتيازات والحاجات اللي كانت بتتسهل لهم كلها هتقف عنهم، هيقطع عنهم ميه ونور. فحب عزت حنفي ان هو يأمن نفسه كويس جدا عشان اي وقت الحكومة تيجي فيه يقدر يقاومهم. عمل ايه بقى؟ عمل اسلاك شائكة والسلاح في كل بيت ورجالته في كل مكان، وحتى عمل اسلاك شائكة في المية حوالين الجزيرة عشان مفيش اي مراكب تيجي. بنى ابراج للمراقبة، وكان كل برج 5 ادوار تقريبا، وكان كل برج فوقيه سلاح عشان الطيارات. هتقول هو داخل حرب ولا ايه؟ تقريبا كان فعلا حاجه زي كده، وهنعرف قدام شويه. بس اعترافات عزت حنفي في المستشفى بعد ما اتقبض عليه، قال ان هو عمل كل ده والتامين ده كله عشان يحمي نفسه من الطار. واخوه الكبير ممدوح حنفي اكد الكلام بتاعه، وقال ان احنا كنا عاملين كل ده عشان كان في طار بينهم وبين عيله كبيره اسمها عيله سبأ. وفي 2001 حصل خصومه بين العيلتين، وده لان كبير عيله سبأ كان بيحاول يبني بيت كبير قدام بيت عزت حنفي. فضرب عزت حنفي نار كتهديد عشان يمنعهم من اي حد يقرب من الارض. ولما حس عزت ان عيلة سبأ مش هتسكت، اتصل باخوه حسن عشان يطمن عليه، بس كانوا قتلوه خلاص. الحكومة جت عشان تتدخل بينهم وتوقف الطار ده والدم اللي بينهم، بس للأسف جه متأخر لأن عيلة عزت كان انتقموا خلاص من عيلة سبأ. في الحوار ده مات حوالي 5-6 أشخاص تقريبا. وطبعا الحاجات دي كلها خلت الحكومة تركز معاه جامد وتبذل كل جهدها عشان تقبض عليه، وخصوصا ان خلال 5 سنين اللي هو من سنة 1999 ل 2004 اختفى 100 شخص منهم صحفيين واعلاميين. كان بسببه هو اللي عمل كده،
وليه بقى؟ عشان كانوا بيحاولوا ينشروا حاجات عنه ويعرفوا الناس قد ايه الحياة خطيرة في جزيرة النخيلة. وفي 1 مارس 2004 بدأت الحكومة تتجه لجزيرة النخيلة، وحاصروها فعلا اسبوع وقطع عنهم الكهرباء. كانت الحملة عبارة عن 3000 جندي وضابط و50 مدرعة و60 مركب نهري. وبعدها عزت حنفي جاب اطفال وناس بريئة من الجزيرة وقال لهم دول رهائن، اي حد هيقرب انا هقتله، عشان يعطلهم مش اكتر. وبعدها عزت حنفي حاول يتواصل مع الفضائيات والقنوات عشان يوصل صوته للمسؤولين الكبار، وكان بيقول انه ضحية للفساد ووزارة الداخلية، والحكومة قطعت الحرارة عن المنطقة كلها. وبعدها بدأ الاقتحام على الجزيرة، وكانت حرب تقريبا قعدت يوم كامل او اكتر كمان. هي كانت حرب حرفيا، وفي وسط الحرب دي كان في ست راكبة على حمار، والحمار كان عليه برسيم كتير، والحكومة شكت في الست دي فضربوا الحمار طلقة. وفعلا طلع كان عندهم حق، لان عزت حنفي كان تحت البرسيم ده وكان بيحاول يهرب. ده قعد عزت حنفي 2 كاملين ينكر كل التهم اللي هي اتوجهت له، وحاول يبرأ نفسه بأي طريقة، بس في الاخر اتحكم عليه بالاعدام. وبشهادة عشماوي حسين قرني ان وقت اعدامه كان زي الاسد وما تهزش وما كانش همه خالص، وكمان هزر مع عشماوي. وانتهى عزت حنفي يوم 18 يونيو 2006، والحكومة كلمت ابن اخوه عشان يستلم جثته ويدفنوها، وكانوا مانعين ان اي حد يشوف وشه، وكمان عينوا حراسة مشددة على قبره لمدة 15 يوم. تفتكروا ليه عملوا كده؟ وبعد ثورة 2011 طلع اشاعات ان عزت حنفي لسه عايش، وبعد خروج اخوه ممدوح حنفي من السجن بدأ ان هو يأكد ان عزت لسه عايش وما ماتش، وكان بيتكلم بثقة كأنه بيتواصل معاه فعلا. ولحد دلوقتي على فكرة محدش عارف هو اتعدم ولا لسه عايش. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تكبر زي ما قلنا. اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في عزت حنفي وعايزين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وكان معكم حسن الخولي.